السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده عايزين نتكلم ليه الكلاب اللي زمان كانت ضخمة وشكلها الصحي عالي، وليه الكلاب اللي دلوقتي عندها ضعف شوية في الحجم وفي الكالسيوم وفي الودان. انت ممكن تلاقي كلب دلوقتي عنده 4 شهور وودانه لسه ما انتصبتش. تلاقي كلب عنده دلوقتي بتاع سنه ومتغذي كويس واكل كويس وحجمه لسه قليل. فاحنا عايزين نرجع ازاي نعمل انتاج ضخم، يعني الايه الحجم الضخم بتاع زمان ده اللي هو اللي بيقولوا عليه بيج سايز مثلا. ازاي نخلي الكلاب بتاعتنا تبقى ضخمه؟ اولا لازم نبتدي من الاول من عند الجوازات. الجواز لازم تكون الام صحتها كويسه طبعا، لان هي اللي هتغذي الجراوي، هتلاقي الكلب طلع كويس. اوكي. اول ما بجوز وبتاكد من الحمل بعد اسبوع او 15 يوم ببتدي اعمل المثبتات الحمل بتاعتي والتغذيه للام، تغذيه الام او تغذيه الكلبه الحامل. ده مهم جدا. لازم الكلاب تاخد الادويه اللي هي بتغذي الام عشان الجراوي نفسها في الرحم تاخد كل حاجه، تاخد الكالسيوم كويس، تاخد بي 12 كويس، كل حاجه تاخدها كويس وهي في رحم امها. ماشي. فده البدايه ان احنا نغذي الكلب. احنا عارفين ان احنا بعد في كلاب كده 3 شهور دباديب، ولما بتكبر بتبقى مكنزه. هو ده برضو من الاسباب اللي احنا هنشرحها دلوقتي ونقول لكم ايه. طيب بعد الولاده برضو اغذي الام وهي بترضع، لان الكلاب ما عندهاش اي تغذيه غير الرضاعه. يبقى برضو اعمل للام تغذيه كويسه عشان تدر لي لبن كويس والكلاب تاكل او ترضع لغايه ما تشبع. ماشي. عندي كمان هنبتدي بقى بعد الشهر الثالث او الحاجات اللي هي بتاخدها دبيبي. يتجنب ده الشرط ده. انا عارف ان هو صعب، ان هو الاراضي الصلبه. انا عارف ان كل المنتجين او معظم المنتجين عندهم انتاج بس فوق السطح او الخرسانه والحاجات دي، بس ده اساسي. هنحاول بقدر الامكان نشوف له حل، بس ده واحد من الاسباب اللي بتخلي الكلاب تبقى عاجزه عن النمو. الخرسانه والبلاط والسيراميك والرخام، كل اراضي صلبه لما الكلب يعيش عليها 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع شهر كامل، كل مراحل النمو تبقى على ارض صلبه، هو ده بيأثر بنسبه 50% تأثير سلبي. خلاص. الحاجه الثالثه بقى المهمه الشمس. الكلاب لازم تاخد شمس في مراحلها العمريه في الاوقات اليوميه في اماكن اللي احنا يعني مثلا الشمس اللي قبل الظهر والشمس اللي بعد الساعه 5، هي دي شمس فيها كل الفيتامين بالنسبه للكلب مش بالنسبه للانسان. الانسان فرق بين جلده عن شعر الكلب اللي هو بياخد ايه فيتامين تي مختلف. اوكي. فلازم نعرف الوقت الصحيح اللي احنا ندي بيه الفيتامين للكلب بتاعي. خلاص. يبقى عندنا مشكله كمان اكبر، نسبه البروتين اللي بياخدها الكلب في مراحل العمر المختلفه، وده برضو حاجه كارثه. يعني مثلا الكلب عنده ال6 شهور الاولانيه هو بابز بياخد بروتين عالي، ده بيأثر برضو في النمو العظم والاعصاب. زي ما عندنا احنا كده لما بناخد لحوم زياده بيحصل لنا كانسر والحاجات اللي بتأثر بها عظمنا. فالبروتين الزياده على الكلب بيأثر تأثير سلبي في نموه. فاحنا قلنا ايه بقى؟ الأراضي الصلبة، التغذية عند الأم، الشمس، الحاجات دي مهمة جدا. حاجة بقى مهمة جدا اللعب مع الكلب في مراحل عمر معينة، اللعب الإيجابي مش اللعب اللي هو السلبي. ونتجنب ظلم الكلب، يعني ضرب الكلب وإحباطه والحاجات اللي هي بتخليه يبقى ذكي ديت ونبتدي نضغط عليه، دي بتأثر في نفسية الكلب، فبالتالي بتأثر على شهيته، فبالتالي بيأثر على نموه، لأن الكلب ما بيعرفش يتغذى وتلاقيه بياكل حاجات قليلة بسبب الضغط النفسي اللي عليه أو الحاجات السلبية اللي بتحصل. إن في ناس برضو بتضرب الكلاب عشان تسكتها، في ناس بتتنرفز على الكلاب عشان ما يعملوش ازعاج. طبعا احنا عارفين ان الناس اللي هي بتنتج فوق السطح ديت برضو بتبقى عايزه ما تبقاش الجار بتاعها متضرر، فبيبتدي يضغط على الكلب بتاعه. هو ده غلط، وانا عارف ان هو معذور، بس برضو لازم تعرف انه غلط. فعشان كده بنقول الحاجات ديت هي المفيده لكلبك عشان نرجع الكلب ضخم. اوكي. تالت حاجه بقى، او في حاجه مهمه هي مش التالته تقريبا الرابعه، السبرنتات اللي بياخدها الكلب في اراضي عشبيه. دي مهمه جدا تخلي الكلب يفرد، يعني حاجه زي بيقولوا الرياضه بدون ضغط على المفاصل مع التغذيه السليمه. هتلاقي الكلب لما بياخد سبرنتات وهو بيقولوا عليه بيفرد بساط كده اهوت، رجليه الخلفيه وايديه لقدام،
يروح ماشي كده عامل سبرنت وبهوصات. عارفين الدفع دوت، السبرنتات دي بتشد الجسم وتخلي الكلب ريحه طويل، بس تتعمل كل كل يوم ويوم، تلت ساعة مش أكتر، ما يبقاش في ضغط. ده نوع من أنواع التمارين اللي بتتعمل بره في الغابات والحاجات دي، اللي بتخلي الكلب يبقى مفرود وصدره مفتوح، لأن هو بيعمل سبرنتات على عشب. لو احنا عندنا أي جنينة مقفولة، أي جنينة عامة والكلب يجري فيها، الجري ده بس يعمل سبرنتات حلوة ويبتدي يبقى مرفوع من على الأرض، هتلاقي الكلب بتاعك في خلال الشهر التاسع هتلاقي الشكل حلو، الصدر مفتوح والريح طويل. هو ده الكلب الضخم اللي بينتج. دول الاسرار او الحاجات المهمه اللي لو انت عملتها في كلبك هتطلعه ضخم وحجمه كبير ويتقال عليه بيج سايز. اي سؤال في انتاج الكلب او الموضوع بتاع ازاي يبقى كلبي ضخم او ازاي اعمل كلاب ضخمه او الاسباب اللي ما بتخليش الكلاب تنمو، كلموني عليها وانا اعمل لكم فيديو عشان ان شاء الله. كابتن عبد الكريم، تدريب الكلاب.